بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل بعض التدريبات على الدرس الأول في الوحدة التانية اللي هو القوى الأساسية في الطبيعة، علوم أولى إعدادي ترم تاني. السؤال الأول: اكتب المصطلح العلمي القوة المسؤولة عن تماسك مكونات النواة. طبعا القوة النووية القوية. القوة النووية القوية. طيب، رقم 2: نقطة تأثير وزن الجسم. طبعا ده مركز الثقل. مركز الثقل. السؤال اللي بعد كده: مقدار قوة جذب الأرض للجسم. قوة جذب الأرض للجسم طبعا الوزن. طيب، استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات. قوى الجاذبية، قوى الاحتكاك، القوى النووية، القوى الكهرومغناطيسية. طبعا هنا المختلف هو قوى الاحتكاك، والباقي القوى الأساسية في الطبيعة. يبقى ده المختلف اللي هو قوى الاحتكاك، والباقي القوى الأساسية في الطبيعة. طيب، رقم 2: المولد الكهربي، المحرك الكهربي، الجرس الكهربي، الجرس اليدوي. طبعا الجرس اليدوي، والباقي تطبيقات تعتمد على القوى الكهرومغناطيسية. تطبيقات القوى الكهرومغناطيسية. طيب، السؤال اللي بعد كده: ما القوى المسؤولة عن انبعاث بعض الإشعاعات غير المرئية من العناصر المشعة؟ طبعا القوى النووية الضعيفة. القوى النووية الضعيفة. طيب، رفع قطع الحديد بواسطة الأوناش الكهربية. القوى الكهرومغناطيسية. القوى الكهرومغناطيسية. طيب، اذكر أهمية كل من الدينامو. طبعا الدينامو بيحول الطاقة الحركية إلى كهربية، دي الأهمية بتاعته، تحويل الطاقة الحركية إلى كهربية. طيب، القوة النووية الضعيفة تستخدم في إيه؟ طبعا تستخدم الطاقة الناتجة عنها في الحصول على بعض العناصر المشعة. يبقى الحصول على بعض العناصر المشعة التي تستخدم، والإشعاعات التي تستخدم في الطب والبحث العلمي والصناعة. دي بالنسبة لي القوة النووية الضعيفة. ندخل على السؤال اللي بعد كده: صوب ما تحته خط. البعد بين مركز الأرض وقطبها الجنوبي يساوي البعد بين مركز الأرض وخط الاستواء. لا طبعا البعد بين مركز الأرض والقطب الجنوبي ده أقل من البعد بين مركز الأرض وخط الاستواء، لأن الأرض مفلطحة عند القطبين. طيب، رقم 2: تقسم كل أنواع قوى الكون إلى 7 أنواع أساسية. يعني عاوز القوى الأساسية. طبعا هم مش 7، هم 3 أنواع أساسية اللي هم الجاذبية والكهرومغناطيسية والنووية. طيب، رقم 3: مكتشف الجاذبية الأرضية هو العالم كولوم. لا، هو العالم نيوتن. طيب، رقم 4: الشغل المبذول لرفع جسم ما
يقل بزيادة كتلة الجسم. الشغل المبذول لرفع جسم يقل بزيادة كتلة الجسم، لا ده بيزداد بزيادة كتلة الجسم، يزداد، لأن العلاقة طردية. السؤال اللي بعد كده، ما المقصود بكل من القوة؟ طبعا القوة وعايز التعريف مؤثر خارجي يغير من حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس، أو يغير من اتجاه حركته. يبقى هو مؤثر خارجي يغير من حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس، أو يغير من اتجاه حركته، يعني بيغير حالته، لو كان ساكن يحركه، لو كان متحرك يخليه ساكن، أو لو كان بيتحرك يغير من اتجاه حركته. طيب رقم 2، وزن جسم يساوي 90 نيوتن. بعرف الوزن وأحط في الآخر 90 نيوتن، يبقى مقدار قوة جذب الأرض للجسم بتساوي 90 نيوتن. مقدار قوة جذب الأرض للجسم بتساوي 90، وحط وحدة قياس الوزن اللي هو ايه؟ نيوتن. ماذا يحدث عند التأثير بقوة مناسبة على جسم ساكن؟ لو أثرت بقوة مناسبة على جسم ساكن ايه اللي هيحصل؟ يعني هيتحرك، يبقى يتحرك الجسم، يتحرك. طيب السؤال اللي بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. إذا زادت كتلة جسم إلى الضعف فإن وزنه، لو زادت الكتلة للضعف فإن وزنه يقل للنصف، ولا يزداد للضعف، ولا يظل ثابت، ولا يساوي كتلته؟ طبعا كتلة الجسم والوزن علاقة طردية، كل ما زادت الكتلة زاد الوزن. طب الكتلة زادت للضعف يبقى الوزن هو كمان هيزداد إلى الضعف. طيب رقم 2، يصنع قلب ملف المغناطيس الكهربي من الحديد الصلب، ولا الحديد الزهر، ولا الحديد المطاوع، ولا النحاس؟ طبعا يصنع قلب ملف المغناطيس الكهربي من